بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بعد شوط تاني إلى حد ما ممتع من جانب مودرن سبورت مش من جانب نادي الزمالك. الشوط الأولاني بدأ ضغط من نادي الزمالك، وده العادي وده المتوقع، ومودرن سبورت عامل زون ديفنس أول 10 دقايق ربع ساعة. بيخطف خوان ألفينا نجم المباراة وراجل المباراة الأول هدف بمهارة عالية، وبيركب نادي الزمالك الجيم من أول 10 دقايق. بعد كده نادي الزمالك بصراحة يعني الأداء بدأ ينزل، مفيش خطورة، مفيش أي تواجد غير في اخر 10 دقايق. الفاول اللي اترفع وحطها محمود رزق جت جنب القائم، وانا بقول ان لو دخل الجون دي كانت هتبقى غلطة حسام عبد المجيد، لان طبعا ازاي الراجل ده بالطول ده والكلام ده ومحمود رزق ياخد منك كرة زي دي. ولكن ستر ربنا، تحمد ربنا يا حسام ان الكرة دي ما دخلتش جون. ده مجمل الشوط الاولاني كان مباراة بقت في نص الملعب بعد الهدف، عقيمة ما فيهاش اي خطورة غير الكرة بتاعت محمود رزق دي اللي هي بتاعت التعادل. بدأ الشوط الثاني، راجل المباراة ألفينا رقص وعمل ثرو باص لشكوبانزا. شكوبانزا بيشوط في الضيقة بتخش في أبو جبل اللي يتحمل الهدف تماما، يعني يتحمل الهدف تماما. لان لو في البعيدة هنقول صعب عليك، لو في المقص هنقول صعب عليك، انما تحت رجلك وانت مش قادر توطي يبقى دي غلطتك يا ابو جبل. بعد كده نادي المودرن سبورت والكابتن مجدي عبد العاطي بيعمل تغييرات ينشط فرقة مودرن سبورت، وهم الأخطر وهم الأحسن كانتشار كضغط كإيجابية على الجون. بيصفر الضغط دوت عن هدف غلطة الونش. وأنا بحمل برضو، يعني هو الونش يشيل 75% وال 25 من محمد صبحي اللي رد الفعل بتاعه كان وحش جدا، لأن الكرة في نص الجون. محدش يقول لي اتفاجئ بيها، بس أنت المفروض الحاجات دي لو هي في زاويه كده ولا كده ماشي نقول ماشي، انما ان هي في نص الجون ورد فعلك يبقى كده، يبقى يعني انت برضو تشيل في الهدف ده. بعديها محمد صبحي بيطلع كوره من اجمل كرات المباراه، اللي هي لاعب مودرن بياخدها على صدره وبيسدد. دي لو دخل الجون محدش يسالك عنها يا محمد، يعني دي لو دخل الجون يا صبحي محدش يسالك عنها. ولكن انت طلعتها ببراعه وانقذت مرماك من هدف مؤكد، فدي لو دخلت محدش هيلومك. انما اللي هي دخلت دي يبقى في عتاب، انا بقول لك 25 30% انت تتحمله يعني. نرجع تاني المباراه بعد التغييرات بتاعت نادي الزمالك، تغييرات كلها مش محلها. برضو رجعنا لسمك لبن تمر هندي. انت مفروض نص الملعب متاخد منك يا عم فيريرا، فمفروض تنزل. قلنا شباب يجري يبدأ يغلط الفرقة اللي قدامه يقفل مساحات. انت نزلت دونجا وسبت ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وتطلع محمد شحاته الوحيد اللي بيضغط الوحيد اللي بيجري، حتى لو النهارده مش في حالته شويه، بس احسن من الاتنين التانيين، احسن من ناصر ماهر واحسن من عبد الله. وشويه قمت جاي مغير، يعني في التغييرات غيرت دونجا وشكوبانزا وعدي الدباغ، واخد بال حضرتك، ونزلت دونجا ونزلت احمد شريف ونزلت، بس احمد شريف نزل مكان الفينا في الاخر. نزلت ناصر منسي ونزلت دونجا ونزلت ادم كايد. 3 تغييرات ما لهمش لازمه بصراحه، يعني هو اللي كان يطلع عبد الله السعيد. التغيير الثاني عبد الله السعيد وينزل سيف جعفر. التغيير الثاني يطلع ناصر ماهر وينزل قايم ادم كايد ده تحت الفرو، وتسيب شيكوبانزا وتسيب
الفينا ناحيه الرايت. انما طبعا الفينا كتر خيره، راجل لسه جاي قريب قوي، البدني بتاعه ما سعفوش يلعب 90 دقيقه بعد المجهود الجبار اللي هو عمله. فانت تغييراتك مش في محلها. يعني انت نزلت ناصر منسي ماشي، ينزل وكل حاجه، بس سيب الدباب، اديله فرصه. شيكابانزا ده برضو اديله بعد الجون اللي جابه معنوياته بقت في السماء، اصبر عليه شويه. انما انت قمت جاي مغير. طب مغير ادم كايد، حطه مكان ناصر الوحش، وسيب الطرفين، سيب الفينا وسيب شيكابانزا وسيب الدباب. فانا مش عارف، برضه هرجع هنا واقول برضه ان الاسيست بتاع عبد الله السعيد في الجون الاولاني يحسب لك يا عبد الله، بس بعد كده بقى ما تلعبش 90 دقيقه. انا بكلمك بجد، انت ما تلعبش 90 دقيقه، انت اللي تطلب كده. لان 90 دقيقه بصراحه انت في الاخر عمال تباصلهم، يعني انت تباصي تاخدها تديها لهم وهم ياخدوها يديها لك. فانا شايف ان انت 90 دقيقه ما تكملش. هي دي مش غلطتك، هي دي غلطه الراجل اللي قاعد بره ده. المهم مباراة صعبت الشوط الثاني على نادي الزمالك. مودرن كان الأقرب، ناصر ماهر النهارده في أسوأ حالاته، وفي واحدة ضيعها لو عملها بالعرض الإخوان الفينا كان هو اتصيط والراجل اتصيط، اللي هو حطها من جنب. عايز تعملها بليسنج ما الراجل جاي لك حطها بوش رجلك بالراحة كده، الراجل يجي يحطها في الجول. فمن أسوأ ماتشات ناصر ماهر، ومفروض كان هو اللي يغير. يعني بصراحة يعني أنا النهاردة ما عجبنيش لا ناصر ماهر. الحسنة الوحيدة لعبد الله السعيد الأسيست بتاع الهدف الأولاني. حتى التغييرات الراجل بيطلع ناصر ماهر وبينزل صلاح مصدق. طب فين ما أنت بتحط فين سيف جعفر اللي أنت لعبته الماتشين اللي فاتوا دول؟ الشوط الثاني برضو حسام حسن ضيع واحدة ما تضيعش صبحي تألق فيها. يعني صبحي النهارده السبب ان الزمالك ما يتعادلش في الكرة اللي هو الراجل خد على صدره وشاطها في المرمى، والتانية اللي هي الانفراد تمام بتاعت حسام حسن اللي هو انقذها. فالنهارده سبب التعادل بعد ربنا، طبعا بقى سبب الفوز بعد ربنا هو محمد صبحي بصراحة يعني. ف يعني لو الفينا ما خدهاش كان محمد صبحي اللي ياخدها، لان هو اللي حافظ على فوز نادي الزمالك. على العموم مباراة الشوط الثاني الى حد ما كانت كويسة، وان شاء الله باذن الله اشوفكم ان شاء الله في الماتشات اللي جاية باذن الله يا رب. الدوري طبعا النادي الاهلي كان مريح الاسبوع ده، كان باي، فان شاء الله يرجع تاني بقى الاسبوع اللي جاي هو ونادي الزمالك، والدنيا تحلو والدوري يولع، وعايزين كده فوز ثم فوز ثم فوز ثم فوز، بحيث ان الدوري يبقى مولع، مصري وبيراميدز والاهلي والزمالك، الدنيا هتبقى مختلفة تماما. بشكركم واشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.